السلام عليكم، ونتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. القصة ديالنا اليوم هي قصة مغربية 100%، ولكن الذكاء اللي تخدمت به هذه القصة هذه غيخليكم تحسوا انكم كتعيشوا قصة هوليودية. وبلا ما نطول عليكم ندخلوا مباشرة في القصة. حنا في 1985 وبالضبط مدينة مراكش، والقصة ديالنا غنبداوها مع واحد الملياردير كبير اللي كان سميتو الحاج احمد بورحيم. الصراحه ما عرفتش واش السيد فريمون حاج ولا ماشي حاج، ولكن حنا مولفين على ان اي واحد عنده الفلوس بزاف كنسميوه الحاج احمد بورحيم، اللي كان في الثمانينات ملياردير بكل معنى الكلمه، واللي كانت حياته كلها في التجاره والشركات المشاريع، واللي كان عنده ولد واحد سميتو اشرف. هذا الولد اشرف كان هو كل شيء بالنسبه لباه. هذا الحاج بورحيم اللي كان كيخدم ليل ونهار باش يكبر المشاريع ديالو ويكبر الامبراطوريه التجاريه ديالو من اجل ولده اشرف. يعني الحاج بورحيم كيقول انه ملي كان كيخدم وكيكبر الثروه ديالو فكان كيكبرها من اجل ولده اشرف باش يخلي ليه امبراطوريه كبيره ديال الشركات وثروه ما كتحسبش. وبيان سور هادشي هذا كامل باش اشرف حتى هو يهز المشعل ويكمل في الطريق ديال باه ويزيد يكبر الثروه اللي غادي يخلي ليه باه. وهادشي هذا اللي خلى الحاج احمد يتهلا في اشرف بزاف، لدرجه انه تهلا فيه اكثر من القياس. اشرف حياته كانت كلها رفاهيه وكلها ترف وفلوس، لدرجه ان اشرف كان كيلبس غير لا مارك سينيه بيان سور. وحتى بالنسبه للطوموبيلات اشرف كان اي طوموبيل غيحل عليها فمو كتوجد ليه. هادشي اللي كنقول لكم في الثمانينات، يعني شوفوا الرفاهيه اللي كان كيعيش اشرف في الثمانينات. وبيان سور اي واحد غادي يعيش في هذه الظروف هذه بلا مراقبه بلا محاسبه، النتيجه غادي تكون هي الانحراف. اشرف غادي يطلع العكس داكشي اللي كان باغي باه يوصلوا ليه. اشرف حياته غادي تقلب، غادي يولي عاطيها غير الزهو والنشاط بالليل والنعاس بالنهار. وبيان سور الشراب والبهران دي ديسكوتاك المخدرات بجميع الانواع ديالها، اشرف ولات بالنسبه ليه هذه هي الحياه. واحد النهار اشرف غادي يتصل بواحد صاحبه اللي كان سميتو هشام. الو الصاط فينك، واش راك مسالي هاد الليله هادي نضربوا شي قصاره انا وياك؟ غادي يقول لي هشام مرحبا، واش علمتي الدراري صحابنا وداك الشيء؟ غيقول لي اشرف شوف صاحبي، هاد الليله بالضبط ما فيا ما يسمع لا صداع ولا تبرزيط، اتصلت بك غير انت لانك صاحبي بزاف وبغيت نسهر انا وياك ترونكيل، ما فيا ما يسهر مع شي واحد اخر. قال لي هشام اوكي داكور نتلاقاو. اشرف غادي يركب في طوموبيلته غيدوز عند صاحبه هشام، غادي يهزو معاه وغيمشيو لواحد الديسكوتاك اللي مولفين كيسهروا فيه. هادشي غير ما باغيش يسمع الصداع، عمك وكان باغي يسمع الصداع مع فين يمشي. صاحبنا مول البار غادي يشوف اشرف داخل، وبحكم انه كليان ديالو غادي يوجد ليه الطبيله ديالو مع الشراب اللي كيبغي وواحد بلاطو ديال الديسار بيان سور ومسائل غادي ينتكلوا الطبيله مزيان. هنا اشرف وصاحبه غادي يجلسوا وغيبداو السهره ديالهم، غادي يشربوا غادي يسكروا مع راسهم وضاحكين ناشطين الموسيقى حتى غادي تبدا تطلع لهم تبويقه مزيان. هنا اشرف غادي يدور في صاحبه هشام، غادي يقول له اسمع الساط بغيت نهضر معك. يقول له هشام ايه مرحبا. قال له وصلتني اخبارك انت وفلانه. هاد فلانه هي واحد البنت فوزيه اللي كانت على علاقه مع اشرف. فهنا اشرف بان انه كان باغي يسهر مع هشام بوحدهم غير على قبل هذا الموضوع ديال فوزيه. وهنا النقاش بين اشرف وهشام غادي يتزاد وغادي يتزايدوا في الهضره. اشرف ما غاديش يصبر، غادي يهز واحد الموس اللي كان حطوا لهم مول البار مع الديسير، وغادي يضرب هشام ضربه واحده في العنق اللي غادي يطيح معها هشام وما غاديش يعاود يتحرك. هشام غادي يموت في البار قبل ما يوصل الاسعاف. وهنا بيان سور مول البار غادي يتصل بالشرطه اللي غادي يجيو وغادي يشدوا اشرف. الحاج احمد جالس ما عليه ما به حتى كيصوني التليفون. الو الحاج احمد هذا، وي شكون معايا؟ قالوا معاك البوليس، اشرف راه عندنا لانه ضرب صاحبه في البار وقتلو. الحاج احمد دارت به الدنيا، ولده الوحيد اللي حياته كلها كيخدم من اجل هذا الولد هذا وباش يخلي ليه ثروه كبيره، كيشوف انه غادي يضيع منه في لحظه وغادي يمشي للحباسات. الحاج احمد ملي فاق من الصدمه غادي يتصل بواحد الكوميسار صاحبه، قال ليه القضيه شنو فيها وشنو فيها. الكوميسار بالدور ديالو غادي يدير الاتصالات ديالو وغادي يعرف بان اشرف متورط 100%. غادي يتصل بالحاج احمد وغادي يقول ليه شوف الحاج ما عندي ما نخبي عليك، ولدك اقل حاجه ممكن يعطيوها ليه هي الاعدام، خصوصا وان الاب ديال الدري اللي مات حتى هو كان من الناس اللي لاباس عليهم. فقال له راه عمر عليه مزيان داكشي بالشهود والقضيه مطروزه، يعني ولدك
مشى فيها. وهنا الحاج اسمح لي ما عندي ما ندير لك. وهنا الحاج احمد غادي يتصل بالمحامي اللي مكلف ليه بالشركات ديالو بالقضايا ديالو. الو السلام عليكم، والو سيد الحاج. قال له ما كاين لا سيد الحاج لا حتى لعبه، دابا تكون عندي. المحامي غادي يركب في السياره ديالو داك الساعه النيت وغادي يمشي عند الحاج. ياك لاباس الحاج؟ قال له جلس بغيتك بواحد القضيه ضروريه. قال له مرحبا سيد الحاج. قال له الحاج قبل ما ندخلوا في الموضوع بغيت نسولك شحال هادي وانت خدام معايا؟ قال له ياك ما كاين باس سيد الحاج، اش واقع؟ قال له جاوبني شحال هادي وانت خدام معايا؟ قال له مده طويله هادي. قال له كي جايك الخدمه معايا مزيانه؟ قال له الحمد لله واكلين شاربين وخيرك مغرقنا سيد الحاج، اش كاين اش واقع؟ قال له عمرك طلبتي شي حاجه وقلت لك لا؟ قال له المحامي ابدا ما شفنا منك غير الخير. قال له الوغ دابا جا الوقت باش ترد داك الخير. قال له المحامي ما فهمش. قال له عندي ليك واحد القضيه الا ربحتيها غتبين بانك كفء باش تخدم معايا وتكمل حياتك معايا، واي حاجه حليتي عليها فمك موجوده، ولكن الا خسرتيها غادي نخرج عليك على حياتك وحياه عائلتك وغادي نخليك تشوف جهنم فوق الارض وانت عارفني علاش قاد. قال له الله ودي يا سيدي الحاج انت غير امر وانا معك. وهنا الحاج غادي يشرح ليه وقال له القضيه متعلقه بولدي اشرف. ولدي اشرف اللي تشد في البار وهو قاتل صاحبه وكاينين الشهود والقضيه لابساه وثابته عليه، وكاين ناس في الداخليه اصحابي اللي اكدوا لي بان القضيه صعيبه بزاف وان اشرف ممكن يمشي بالاعدام وانا بغيتو يخرج براءه. هنا شاف فيه المحامي وقال له انت شويه لاباس الحاج، كيفاش دري اللي مشدود في بار في حاله سكر قاتل صاحبه والقضيه لابساه والبار كامل شاهد ومول البار غادي يشهد فيه والناس اكدوا لك انه ممكن يمشي بالاعدام، كيفاش غادي نخرجوا براءه؟ انا الا طرت ونزلت ودرت جهدي كامل غادي نقدر انني نبدل ليه الحكم من الاعدام للمؤبد، ونقدر نهضر مع العائله ديال الضحيه اللي مات ونحاول نقنعهم وندوروا معهم مزيان باش يسمحوا ليه ويتنازلوا على القضيه، وهكا ممكن اننا نخفضوا الحكم بالسجن لواحد 30 عام ولا 25 عام. هذا هو جهدي يا سيد الحاج. هنا الحاج بقى كيشوف في المحامي وقال ليه انا عندي هضره وحده قلتها وانت عندك الاجل من هنا للنهار ديال الجلسه، يا اشرف يخرج براءه يا انا نخرج عليك. المحامي شاف بان القضيه ما فيهاش اللعب، غادي يجمع ورقاته. شاف الحاج وقال له واخا سيد الحاج ما يكون غير خاطرك، انا غادي نفكر وغادي نشوف شي حل. قال له الله يعاونك. المحامي غادي يهز اوراقو وغادي يمشي ما عارف باش تبدا. هو عارف ان الحاج يديه طويله وعارف انه فريمون ممكن يخرج عليه. هنا المحامي غادي يمشي لدارو غادي يجلس كيفكر. السيمانه الاولى ما يلقى حتى حل، السيمانه الثانيه ما كاين حتى حل، السيمانه الثالثه ما كاين حتى حل، لدرجه ان المحامي ما بقاش كينعس حتى عيا فقد الامل. واحد النهار بالليل هو غادي يتكا غيحط راسو باش غادي ينعس، وهنا غتجيه واحد الفكره اللي زاد طيرات ليه النعاس وبقى كيتسنى غير وقتاش الصباح يوصل. الصباح ابونور غادي يمشي عند الحاج. السلام عليكم سيد الحاج. شاف فيه الحاج قال له اش تما الا كنتي جاي باش تقول لي غير راني ما قادش وداكشي غير درك عليا زلافتك باغي نسمع منك حتى هضره. قال لي المحامي لا سيد الحاج انا جاي وعندي ليك واحد الحل، ولكن هذا الحل خاصو فلوس بزاف. قال ليه الحاج شحال خاصو ديال الفلوس؟ قال ليه المحامي غادي يخصو واحد المليار نعمس. قال ليه الحاج ما تخممش في الفلوس، داكشي اللي بغيتيه كاين، انا اللي عندي الاساسي هو ان اشرف يخرج بريء نهار الجلسه. قال ليه المحامي ان شاء الله يكون خير، انا بغيت 500 مليون دابا و500 مليون خليها عندك حتى نقولها لك. قال ليه الحاج مرحبا، هي اللي ما تعاودش. كيوجد ليه 500 مليون كيعطيها ليه. قال ليه شنو غدير بها؟ قال ليه المحامي دابا غير صبر، 500 مليون انا ديتها حتى نعاود نتصل بك. قال ليه اسمع السي المحامي، قال ليه انت ديتي الفلوس وانا ما غاديش نتشاطر معك في الفلوس، الفلوس اللي بغيتيها ها هي موجوده، ولكن اشرف انا مازال كنأكد عليك الا ما خرج نهار الجلسه براءه غادي يكون داك النهار هو اسوأ نهار في حياتك. المحامي قال ليه يكون خير نعمس. المحامي غادي يمشي في حالو لدارو، لا غد ليه غادي يمشي للحبس فين كاين اشرف. غادي يدخل قال لهم بغيت نتلاقى مع المدير ديال الحبس، غادي يدخلوه عند المدير ديال السجن. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي انا المحامي ديال اشرف. قال لي الاخر مرحبا. قال لي المحامي راه بغيت نهضر معاك ولكن ماشي هنا في الخدمه، الا كان ممكن ملي تسالي خدمتك بغيتي نتلاقاو في شي بلايصه نتقهواو انا وياك او دوز عندي البيرو ديالي وغادي نجلسوا نهضروا في الموضوع اللي بغيتك عليه. قال لي المدير ديال السجن اوكي ماشي مشكل واخا. فعلا داكشي اللي غادي يكون
غيسالي المدير ديال الحبس الخدمه ديالو، غادي يخرج، غادي يتصل بالمحامي وغادي يتلاقى معاه، غادي يجلسوا في البيرو ديال المحامي، وهنا المحامي غادي يجبد 200 مليون. 200 مليون اللي دابا في 2023 كتعتبر واحد لاصوم ديال الفلوس اللي كبيره بزاف. تخيلوها في الثمانينات كانت 200 مليون ثروه حقيقيه. المدير ديال السجن جالس كيشوف في المحامي وكيشوف في 200 مليون، بقى كيشوف المحامي وقال له ديالاش هاد 200 مليون؟ قال له هاد 200 مليون ديالك. المدير ديال السجن قال له وباش من المناسبه عطيني هاد 200 مليون، ياك ما بغيتيني هنا شاف فيه المحامي وقال له لا لا، غير تكالما مع راسك، ماشي داكشي اللي كيدور لك في راسك نهائيا، انا ما بغيتكش تهرب اشرف من الحبس، انا جبت لك هاد 200 مليون غادي نعطيها لك، ولكن اللي بغيت هو انك تعطيني اشرف ساعه وحده نقضي واحد الغرض ونرجعوا لك حتى للحبس. قال له مدير الحبس واش انت بعقلك شويه لاباس؟ كيفاش السيد محكوم بالاعدام غادي نخرجوه انا من الحبس ونعطيه لك ساعه؟ شكون اللي ضمن لي اصلا انك غادي ترجعوا ليا؟ هنا قال لي المحامي شوف، انا السمعه ديالي والسمعه ديال ولادي اهم من هاد الفلوس اللي كتشوف قدامك، وانت عارفني مع من خدام والشخص اللي انا خدام معاه وعارف المكانه والمنصب ديالي، ما يمكنش غادي نضحي بهذا الشيء هذا كامل وعلى اخر ايامي نبقى كنتجرجر في الحباسات والناس يبقاو كيقولوا محامي فاسد. قال لي انا غادي ندي اشرف ساعه وغادي نرجعوا لك، الا ما رجعتوليكش انا مستعد انني نتشد في بلاصتو. هنا المدير ديال الحبس كيشوف داك 200 مليون وكيقول واش نقبل او نرفض؟ ساعه ما دات ما جابت، الدري غادي يخرج الساعه وغادي يرجعوا ليا وانا غادي ندي 200 مليون. فبقى كيدورها في راسو، شاف المحامي وقال له واخا ولكن عندي واحد المشكل. قال له المحامي مرحبا. قال له كاين عندي مشكل ديال لي غارديان ديال الحبس، كي غادي ندير معاهم؟ هنا المحامي غادي يضحك واحد الضحيكه وغادي يجبد 100 مليون وحده اخرى. قال له هذه 200 مليون ديالك، وهاد 100 مليون فرقها على لي غارديان، دور معاهم، خذها وقنع لي غارديان، هذاك شغلك، المهم انا اشرف يخرج عندي ساعه ونرجعوا لك للحبس. قال له المدير ديال الحبس اوكي وقتاش بغيتيه؟ قال له بغيتو غدا ما بين 11 و 12 ديال الليل. لا غد ليه وفي الوقيته اللي اتفقوا عليها المحامي كيتسنى في طوموبيلته حتى غادي يوقف عليه المدير ديال الحبس ومعاه اشرف. غادي يطلع اشرف مع المحامي في الطوموبيل ديالو، المحامي غادي يديماري الطوموبيل باش غادي يتحرك، غادي يقول ليه المدير ديال الحبس بلاتي عندك ساعه، الا ما جيتيش غادي تخرج عليا، كون راجل وفي معايا بالكلمه ديالك. قال ليه المحامي كون هاني، من دابا ساعه وغيكون اشرف عندك، الله يعاونك. غادي يديماري المحامي وغادي يتحرك. في نظركم المحامي غادي يهرب اشرف ولا غادي يرجع للحبس؟ كليكي واحد جيم، واحد سبسكرايب الا كنتي مازال ما درتيهاش، وكمل معايا القصه. المحامي غادي يتحرك بالطوموبيل ديالو وغادي يوقف حدا البار اللي وقعت فيه الجريمه النهار الاول. المحامي غادي يسكت الطوموبيل وغادي يدور في اشرف. قال له اسمعني مزيان اشرف، غادي نقول لك هادشي اللي غادي نقول لك دابا نبغيك ديرو بالحرف، لانه هو اللي غادي يحكم على المستقبل ديالك، يا اما البراءه يا اما الاعدام. قال ليه غادي تدخل للبار، قال ليه وانت داخل ربما غادي تسمع هضره من عند الناس يقول لك شوف هو لان باه لاباس عليه واخا قتل الروح هو خرجه من الحبس، ويبقاو يشوفوا فيك شي شوفات ماشي هي هذيك، يبقاو يحشيو لك هضره ولا شي حاجه. ما تهضر حتى مع واحد، دير راسك ما كتسمع ما كتشوف، غتجلس الطبيله ديالك، شرب مع راسك، نشط مع راسك حتى تحس بان التبويقه غتبدا تطلع لك. هنا غادي تشوف اي واحد اللي قريب ليك غادي تضرب وغادي تكرفس عليه مزيان وغادي تهرب وتجي عندي لهنا. ما خصهمش يشدوك وسط البار اشرف، لان الا شدوك حياتك وحياتي غادي يمشيو. فغادي تدخل، غادي دير هادشي اللي قلت لك، وملي تضرب هذاك غادي تهرب وغادي تجي عندي لهنا للطوموبيل. فعلا داكشي اللي غادي يدير اشرف، غادي يدخل ترونكيل للبار، كيهضر حتى مع واحد، جلس في الطويله ديالو، خدا الشراب، بدا كيشرب، نشط مع راسو، تحس فعلا بالتبويقه غادي تبدا تطلع ليه. وهنا كيهز واحد الخاويه وكيخبط بها واحد صاحبنا للراس، خلى دماياته سايله وكانت الضربه شويه خطيره، ولكن جا الاسعاف وقدوا انهم يعتقوه. اشرف هرب مباشره عند المحامي، وخا شافوه الناس هربان حتى واحد ما قد يزعم عليه انه يشدو، لانهم كيقولوا يقدر يضرب شي واحد اخر، واكيد باه كما خرجوا من الجريمه الاولى يقد يخرجوا من الجريمه الثانيه. هنا اشرف غادي يمشي عند المحامي غادي يديماري وغادي يرجع اشرف للمدير ديال الحبس، المدير ديال الحبس اللي غادي يدخل اشرف للزنزانه اللي كان فيها وغادي يسد عليه وكان حتى حاجه ما كاينه. المحامي غادي يقول للمدير ديال السجن الاتفاق اللي بيناتنا سالا 200 مليون ديالك خديتيها، الو ما كتعرفني ما كنعرفك، وهادشي اللي شفتي اليوم نساه كانه ما كاينش. قال له المدير ديال الحبس كون هاني،
السلام عليكم. المحامي غادي يمشي في حاله، ولكن داك صاحبنا اللي تضرب في البار باه ما غاديش يسكت، غادي يجي وغادي يلقى ولده مضروب الضربه اللي كانت خطيره شويه، واخا تمكنوا انهم يعتقوه. هنا الاب ديال الدري اللي تضرب غادي يمشي يدير ديكلاراسيون في الكوميساريه باشرف ولد الحاج، ومعاه مول البار و30 واحد اللي كانوا في البار اللي شهدوا بان اشرف ضرب داك صاحبنا. وهذا الشيء كان في 5 اكتوبر 1985. غادي يدخلوا عند الكوميسار، غادي يديروا الديكلاراسيون، وغادي يقول لهم بلاتي كيفاش اشرف ولد الحاج هو اللي ضرب؟ اشرف ولد الحاج راه في الحبس. غادي يقول ليه الاب ديال الضحيه اشرف ولد الحاج خرج من الحبس وهو اللي ضرب ولدي، وعندي 31 شاهد. غادي يتقدموا الشهود وكلهم غادي يشهدوا بان اشرف ولد الحاج هو اللي ضرب هاد صاحبنا هذا. هنا الكوميسار ما فهم والو وقال القضيه فيها لعب كبير. غادي يهز معاه فرقه ديال البوليس وغادي يمشي بيديه للحبس اللي فيه اشرف. غادي يدخل وغادي يقول لهم جيبوا لي المدير الحبس دابا. غادي يحضر المدير ديال الحبس داك اللحظه، غادي يقول ليه فينا هو اشرف ولد الحاج. قال ليه راه في السيلول ديالو. قال ليه بغيت نشوفو. غادي يديه للسيلول وغادي يلقاو اشرف جالس في السيلول ديالو حتى حاجه ما وقع. قال ليه كيفاش كاينه ديكلاراسيون بانه هو ضرب فلان؟ قال ليه ما يمكنش هو يضرب فلان، السيد راه في الحبس، واصلا السيد محكوم بالاعدام، كي غادي يدير يخرج من الحبس؟ هنا الكوميسار ما فهم حتى لعبه. بقى الكوميسار كيدورها في راسو، وبقات التحقيقات لمده ديال واحد 3 ايام تقريبا، وغادي يتسد الموضوع. قالوا بان غير كطيح البقره كيكثروا الجناوه، يعني شافوا اشرف طاح وبغاو يعمروا عليه وصافي، وغادي يتسد القضيه نهائيا وكان حتى حاجه ما كاينه. والمحامي لحد الان مازال ما دار حتى حاجه، وغير كيتصل به الحاج كيقول له ما تقلقش يا سيدي الحاج، يكون خير ان شاء الله. المهم القضيه غتبقى هكا حتى النهار ديال الجلسه، النهار ديال المحاكمه. وهنا وقبل ما ينطق القاضي بالحكم بالاعدام على اشرف اللي كانت الادله كلها متجهه ضده، واللي كان الاب ديال هشام الضحيه اللي مات عمر عليه مزيان، جاب محاميين واعرين باش يغرقوه ويمشي بالاعدام. هنا غادي يهضر المحامي ويقول له سعاده القاضي هاد الدري اللي كتشوفوا راه بريء وما داير حتى حاجه. هنا القاضي غادي يشوف فيه وقال له انت شويه لاباس واش شرب الدواء ديالك ولا هي كتهضر؟ قال له السيد الادله كلها ضده ومشدود في البلاصه اللي قتل فيها، والناس كاملين شاهدين اللي كانوا تما، كيفاش كتقول لي السيد بريء؟ هنا المحامي قال له انتم عندكم ادله ديالكم وانا عندي ادله ديالي. قال له هي مرحبا فينا وهاد الادله ديالك. وهنا المحامي غادي يجبد ورقه غادي يعطيها للقاضي. داك الورقه هي كوبي على الديكلاراسيون اللي دار نهار 5 اكتوبر 1985. هاد الديكلاراسيون فيه ان اشرف ضرب واحد صاحبنا بقرعه للراس، وشاهدين فيه 31 شخص من بيناتهم السيد مول البار. وهاد الديكلاراسيون راه شاهد عليها الكوميسار الفلاني لانها تدارت في الكوميساريه ديالو، ولانه كان حاضر في هذا التحقيق في هذه القضيه هذه. هنا القاضي غادي ياجل الجلسه ديال الحكم وغادي يستدعي الشهود اللي من بينهم الكوميسار ديال الكوميساريه اللي دار فيها الديكلاراسيون ضد اشرف ولد الحاج. وفعلا غادي يحضروا النهار ديال الجلسه ديال الحكم، وغادي يستمع القاضي الشهاده ديالهم. الشهاده ديالهم اللي كتقول بان نهار 5 اكتوبر 1985 اشرف ولد الحاج ضرب واحد صاحبنا في البار بقرعه على راسو وهرب. وهنا غادي يجي الدور ديال الكوميسار اللي غادي يقول ليه هي فعلا، وغادي ياكد ليه بان هاد الديكلاراسيون تدارت، ولكن قال ليه واحد القضيه ما مفهوماش سعادة القاضي. شنو اللي ما مفهومش؟ اللي ما مفهومش هو ان في ذاك الوقيته المفروض ان اشرف راه في الحبس، وانا شخصيا مشيت انا وفرقه للحبس وتلاقينا مع المدير ديال السجن ودانا للزنزانه ديال اشرف، وفعلا لقينا اشرف في الحبس. وهنا المحامي غادي يتدخل وغادي يبدا المرافعه ديالو. المحامي غادي يقول للقاضي اسمع سيد القاضي، هاد السيد هذا اللي في الزنزانه قدامكم راه بريء وما يقدرش يقتل حتى دبانه. قال ليه انا ما كنذكرش الشهاده ديال 31 شخص اللي شافوا اشرف ضرب واحد صاحبنا في البار وهرب نهار 5 اكتوبر 1985 وقيدوا به ديكلاراسيون بطبيعه الحال. وفي نفس الوقت ما كنكذبش الهضره ديال السيد الكوميسار اللي مشى وشاف بعينه ان اشرف كاين في الحبس. الحاجه الوحيده اللي ممكن نستنتجوا من هذا الشيء هذا هي ان داك صاحبنا اللي ضرب هذا السيد هذا في البار هو شبيه الاشرف، يعني كيشبه الاشرف بزاف لدرجه ان الناس تغلطوا لهم واعتبروه انه اشرف. القاضي قال له ايوا شنو؟ قال له هذا السيد هذا اللي كيشبه الاشرف ضرب داك صاحبنا في البار راه هو نفسه اللي قتل هشام النهار الاول في البار، ماشي اشرف اللي قتل صاحبه. والشهاده ديال الشهود
والشهاده ديال السيد الكوميسار كيبينوا الصحه ديال الهضره ديالي. وما ننساوش ان اشرف ولد عائله كبيره، ولد الحاج فلان، يعني مستحيل انه يقتل. هنا القاضي بقى غير كيشوف امام الهضره ديال المحامي اللي كانت مقنعه، امام الشهاده ديال كوميسار، وامام الشهاده ديال 31 شخص. هنا القاضي ما لقى ما يقول الا انه يحكم بالبراءه على اشرف، واشرف غادي يخرج بريء، وغادي يقوموا بداك الاجراءات الروتينيه، وغادي ياخذوا المحامي وغادي يمشي للدار عند الحاج حمد. الحاج حمد اللي ما قدرش انه يحضر للمحاكمه لانه كان خايف انهم يحكموا على ولده بالاعدام، وما غاديش يقدر يتحمل، ما غاديش يقدر يسمع الحكم. الحاج فاش شاف المحامي داخل هو وولده ما قداتو حتى فرحه. الحاج شاف المحامي وقال له برافو، ما عندي ما نتسالك. شاف فيه المحامي وضحك واحد الضحكه وقال له يا سيدي الحاج ما عندك ما تسالني، ولكن انا راه مازال كنتسالك واحد 500 مليون راه مازال عندك. الحاج بدا كيضحك، غادي يجبد 500 مليون وغادي يزيدوا 500 مليون واحده اخرى، هي مليار غادي يعطيها للمحامي. اشرف خرج براءه، والمحامي غادي يخرج من الدار ديال الحاج وهو هز معاه مليار. والقصه ديالنا غادي تسالي هنا، ولكن عندي لكم جوج ديال الاسئله. فين مشات واحد 200 مليون اللي كانت بقات من 500 مليون اللي كان عطاها الحاج للمحامي النهار الاول؟ داك 200 مليون عطاها الحاج للقاضي اللي غادي يحكم على اشرف، باش واخا يكون الادله ضعاف القاضي يقتنع بسهوله ويحكم بالبراءه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي كيفاش وصلتنا القصه ديال المحامي واشرف. القصه والقضيه اللي كانوا فقط 5 ديال الناس اللي عارفين التفاصيل الحقيقيه ديالها، اللي هما الحاج حمد واشرف ولد الحاج حمد، المحامي، المدير ديال الحبس، والقاضي اللي غادي يحكم على اشرف بالبراءه. كيفاش دارت هذه القصه حتى وصلت لنا اليوم؟ نقول لكم ولا بلاش؟ اللي نسى واحد جامع يديرها دابا ونقول لكم. صاحبنا المحامي كان عنده واحد صاحبه اللي كان محامي حتى هو، وكان صاحبه بزاف لدرجه ان ما بيناتهمش اسرار وشي ما كيخبي على شي، ولكن المحامي ما قدش انه يقول هذا السر هذا. حتى واحد النهار غادي يشدو داك صاحبه قال له كيفاش القضيه ديال داك اشراف؟ قال له داك القضيه انا راه ما دخلتليش لراسي لدابا لحد الان. قال له المحامي شوف شربوا قهوه ونعاود لك كل شيء. هنا المحامي غادي يقول لصاحبه القصه كامله. قال ليه شوف القصه انا قلتها لك، انت صاحبي كنثق فيك، سرنا ما يخرجش، سرنا يبقى هنا. خوتي المغاربه بالرجوله خليو سرنا غير بيناتنا، تبارطاجيوش هذه الحلقه هذه. عواشركم مبروكه، السلام عليكم، تحياتي لكم.